مشاهدينا فقرتنا هي فقرة أدب وثقافة. الحقيقة هيكون معانا نموذج للمرأة المشرف جدا. الحقيقة هي حصلت على منحة من الاتحاد الأوروبي، ويمكن ده كان من خلال عمل درامي أو سهرة درامية قدمتها للاتحاد وفازت على مستوى العالم. ده كان أول مرة الحقيقة أن هي تحصل على هذه الفرصة أو على مستوى العالم أن مصر تشارك في هذه المنحة. الحقيقة السهرة الدرامية باسم منصور المصري، وهنعرف تفاصيل أكتر من خلال لقائنا مع السيناريست هديل مصطفى. أهلا بيكي يا أستاذة هديل. الحقيقة نموذج مشرف في البداية للمرأة. بنفخر بيكي أن قدرتي أن أنت تحققي ده من خلال أن أنت تمثلي اسم مصر في الخارج. هي فعلا ارفع راسك فوق انت مصري. قلتي لي أن أنت شاركتي في الثورة وكان ليكي دور إيجابي، وده يمكن كان نتاج تواجدك في ميدان التحرير أو في أثناء الثورة. ومنصور المصري ده أعتقد أن هو نموذج. منصور المصري دي قصة عن الثورة المصرية، فازت بمنحة الاتحاد الأوروبي للثقافة والفنون، وشاركت بيها في ورشة عمل سيناريو في برلين. والحقيقة كنت الحمد لله يعني كان أنا التلفزيون المصري هو اللي رشحني بعد ما انطبقت عليا شروط المنحة، وبعد ما الأستاذة منى الصغير رئيس الإدارة المركزية للرقابة سابقا بصفتها عضو في الاتحاد الأوروبي بدأت يعني تشوف أفضل نص مقدم، واتعملت لجنة عليا هنا في مصر. وبعد ما اتعملت لجنة عليا هنا في مصر فضلت مستنية موافقة العلاقات الدولية، وبعدين كده الحمد لله جت موافقة العلاقات الدولية. وبعد كده كانوا مستنيين بقى ان هم يعني يوافقوا ان احنا يقولوا اوكي على السهره واوكي على اسم المرشح، وجات لنا فعلا موافقه وكان احساس جميل. طب انا عايزه اعرف بقى الكواليس قبل ما تدخلي بالعمل وتحصلي على هذه المنحه، وهي طبعا حاجه مش سهله انا عارفه. ايه البيانات اللي كانت مطلوبه منك ان انت لازم تقدميها وتشاركي من خلالها؟ هي الاول كان لازم ان انت تبقي حاصله على التوفل، شهاده التوفل الدولي، لازم تبقي بسكور طبعا عالي طبعا. طبعا، ولازم تكوني ليكي سابق اعمال قبل كده دراميه تم عرضها في التلفزيون المصري. فانا ليا سابقه 2 اعمال سهرات دراميه بانتاج قطاع الانتاج وانتاج صوت القاهره، وتم عرضهم في إيه؟ المخلوع، ودي كانت اول سهره بتناقش قانون الخلع، وكانت بطولة عبد الله محمود. النهارده قوانين خاصه بالمراه كانت معانا كان القانون الخاص بالمراه، كانت عبد الله محمود، وكانت اخراج ياسر زاهر، ودي كانت انتاج قطاع الانتاج. وبعدين عملت حاجه فانتازيا كده اسمها محمول خارج الخدمه، كانت بطوله فنان عمر الحريري. كانت بتخيل ان احنا بعد 50 سنه في الحياه هتبقى شكلها ايه في ظل الزياده السكانيه واحنا ما فيش انتاج. فعملت محمول متجوز انترنت ومخلفين جينات وديسك، وكانت فانتازيا يعني. طب حلو. طيب بعد كده عرفتي ان انت جات لك المنحه وبداتي ان انت تستعدي للسفر. استقبلوكي في المانيا ازاي؟ هو انا والله انا اول ما رحت يعني أو هي احنا كلهم هي دول اوروبيه بس كلها، ومصر الوحيده اللي كانت مشاركه، او انا كنت العربيه الوحيده الموجوده. دي اول مره تحصل؟ اللي هي اول مره ان دوله عربيه ومصر تشارك في دوره سيناريو كده. كان الموجودين معايا من فرنسا، من نيوزيلندا، من المانيا، من فنلندا، من هولندا، ثقافات وشعوب مختلفه يعني. واحنا بس اللي مصر. فاحنا الوحيدين اللي يعني كان احساس بصي ما بين الترقب وما بين القلق، يعني قبل ما المنحه ما تيجي او يجي موافقه فيها من بره انهم يوافقوا على اسم المرشح وانهم يوافقوا على انهم يناقشوا السهره، وما بين احساس بالسعاده ان الحمد لله يعني بقيت حاسه كأن مسؤوليه وسفيره لمصر، ويعني احاسيس متضاربه. بس بجد كنت حاسه بمسؤوليه فظيعه قوي. صحيح. وعايزه اعرف منك السهره الدراميه منصور المصري محتوى القصه ايه؟ هي البدايه منصور المصري ده شاب مصري من ميدان التحرير ومن ثوار التحرير. وانا شخصيات السهره مين؟ هقول لك، بس مش عايز اسيب منصور لان هو انا اخترت له منصور لان هي دي بتتكون اسم منصور هو 2 بارتس او جزئين. الاسم الاول مصر ونصر، فمصر ونصر يعني النصر اللي هيفضل ملازم مصر بعد الثوره، والمصري لان هي ده مرتبط بالثوره المصريه اللي انا شايفاها اعظم ثوره، وكلنا يعني شايفينها اعظم ثوره في العالم. فده كان اختياره. فمنصور من ثوار التحرير،
وبنشوف بقى هو ايه الاحداث. انا معلش مش هعرف احرقها يعني، بس هنشوف ايه الاحداث اللي وصلت الشاب المصري ان هو يشترك في ثوره، في الثوره المصريه. عدد الاعمال اللي كان مقدمه بالنسبه للاتحاد الاوروبي كان عدد قد ايه؟ بره انا ما عنديش فكره الحقيقه، بس تقريبا يعني هو احنا كنا المشاركين كنا بالظبط 8 من العالم كله، فكلهم كانوا اوروبيين، وبقول لك ده 8 بس اللي كنا مشاركين. كويس. طيب بعد ما رحتي، هل الورك شوب او ورشه العمل دي كانت لمده قد ايه؟ احنا قعدنا حوالي 5 ايام، يعني 5 سافرت أيام. لحد رجعت الجمعه. كان يومك ماشي ازاي؟ قابلت بقى قابلت هناك، ناقشنا السهره كبنائها كشخصياتها، ومفروض ان انا هسافر ان شاء الله في فبراير لمناقشه المشاهد اللي انا بعتها قبل ما هم بتتقال ان السهره تم مراجعتها من الاتحاد الاوروبي للثقافه والفنون. كمان اللي عايزه اسالك عليه يعني لما عرفتي ان انت فزتي، يعني كان ايه شعورك؟ انت كنت متوقعه؟ كان عندك الاحساس؟ ما كنتش متوقعه خالص الحقيقه خالص. يعني ايه اللي حصل بقى؟ طلعتي على الستيج قالوا لك مثلا فلانه من دوله مصر، وكان ايه الكواليس؟ يعني بالظبط انا هكلمك كمان من قبل هنا، من اول ما قالوا لي على موضوع المنحه، يعني كان كل الناس يقول لي نسبه ان انت تسافري 1%، 5%، تفائلي يعني حاجات كده، لان هي بقول لك المشاركين كانوا بياخدوا دايما دول اوروبيه. وبعدين مريت بمراحل رهيبه، يعني موافقات وبعد ما دخلت في بس كان في تشجيع الحقيقه بصراحه. كان بقى اللي هو تقديم القصه، والقصه لازم اللجنه لو اتعمل لها لجنه عليا هنا، وكان لازم، لان طبعا ده مش هزار، ده اسم مصر، ما احنا برضو دوله كبيره وجميله. يعني الاول يعني بيكون في لجنه لجنه عليا داخل مصر الاول قبل ما يسافر العمل. كانت الاستاذه منى الصغير بصفتها اداره المركز، رئيس الاداره المركزيه للرقابه، هي اللي كانت رئاسه اللجنه دي، وجابت طبعا كان معاها عناصر متميزه جدا قيموا الثوره. وقبل ما يعني فضلت بقى لحظات ترقب، يا ترى هيقولوا اوكي مش هيقول طبعا. وبعد كده اما توافق عليها الحمد لله، بقينا بقى مستنيين الموافقات بقى الثانيه، ان هي هتسافر اول موافقه العلاقات الدوليه، وبعد كده طب هتسافر، طب اوكي هيقولوا ولا لا. فكانت لحظات كانت صعبه قوي، بس بعديها لحظات سعاده. يعني انا دلوقتي حاسه بسعاده، لان اما تلاقي في وسط الناس المشاركين، يعني لوليتا، يعني الاسامي الاعمال الموجوده، لوليتا، ديركانال، ليلي، ميجرانت، وبعد كده منصور المصري، اللي كان معاكي في السهرات اللي كانت مشاركه. وبعدين تلاقي منصور المصري في وسط ده، احساس بفخر فظيع يعني، واحساس يعني مصر جميله وشعبها كله يعني كل مدى بيثبت. رحتي انتخابات؟ رحت طبعا كلنا. طب عايزه اقول لك ان ده شعور منك جميل جدا، ان انت قدرتي ان انت توصلي للمرحله دي، ان انت تقدمي عمل ويسافر، وان انت عندك اتخاذ القرار نفسه ان انت تدخلي في منافسه عالميه، ودي حاجه مش سهله، يعني لازم يكون عندك الاستعداد النفسي اصلا. وبعدين في نقطه كمان تانية، يعني الاول انا قلقت قوي بصراحه في الاول، يعني كان عندي احساس بالقلق وكده، يا ربنا وانا خلاص رحت بجد يعني كله حاجه، وبعدين لما تبقي في الموقف نفسه حاجه تانية. فالحمد لله يعني بجد يعني. هدي المتوقعه ان شاء الله ان انت لما تسافري في سويسرا السهره نفسها يعني هتتعرض، انا عايزه اقول على حاجه برضو تعليق تانية عليها او نقد او ايا كان. ما هي اتعمل عليها فعلا. وفي حاجه تانية برضو عايزه اقولها، ان انا لما قعدت مع روجر جروجري اللي هو البروفيسور اللي كان بيناقشني، وهو ده رئيس قسم الدراما في باكنجهام، اول حاجه قالها لي كلمني عن نجيب محفوظ. وانا كنت متخيله انه احنا هنتكلم في الادب الانجليزي، يعني انا ده كان خيالي. ايوه لان بره بقى واوروبيه فيعني مش، فهو كلمني عن صوره عن امينه اللي هي في الثلاثيه الاستاذ نجيب محفوظ. فانا كنت سعيده ان هو قال لي بس انا مش شايف قدامي امينه. فقلت له لا، ما حضرتك امينه دي خلصت من زمان قوي. هل انت شايفه ان هم في اوروبا بيبصوا لنا كنظره للمراه ان احنا يعني متقوقعين، او ان احنا مش على المستوى اللي احنا فيه حاليا من ثقافه، تعليم، ان احنا عندنا استعداد للمجازفه، ان احنا نسافر بعمل ومنتج، ان احنا ننافس العالم؟ ده فعلا حصل، لان هو حتى قال لي انا شايف قدامي مش نموذج امينه، انا شايف واحده قويه بتسافر. هل امينه كانت تقدر تسافر وتناقش وتروح تحاول تثبت موهبتها بره؟ قلت له بس حضرتك امينه دي اتغيرت، يمكن الادب يعني، ويمكن دوت في منصور المصري، لان نوره اللي هي لما سالتيني السؤال مين شخصيات تاني، نوره في منصور المصري هي برضو ثائره من
ثوار التحرير، وهي برضو خطيبته، وهي هتبقى معاه ايد بايد، لان احنا لازم نركز او يعني على المراه المصريه. المراه المصريه بقت يعني قويه جدا، يعني مستقله متحمله، صورتها بقت صوره يعني جميله جدا وتقدر تعمل. فلازم بره يعرفوا ان دلوقتي احنا وصلنا ان في مرشحات للرئاسه، فلازم يبقى صوره المراه المصريه يوصل هناك. فده عن طريق الدراما. يعني انا في رايي ان هو عن طريق الدراما وعن طريق طبعا الميديا عموما. مده العمل قد ايه تقريبا؟ مده ورشه العمل السهره نفسها مدتها قد ايه؟ ساعتين. ساعتين. طيب انت مقسماها ازاي؟ يعني كونكلوجن في النهايه او ختام السهره كان ايه؟ ما هو مش هقدر احرقها. سوري. طب ادينا اجزاء طيب. معلش، بس هي موضوع عن موضوع الثوره المصريه، واحنا لسه في الثوره ولسه الثوره مستمره. بس يعني بعد الانتخابات واللي حصل في الانتخابات والشعب المصري اثبت عراقته. يعني دايما في وقت الازمات بتلاقي ان الشعب اثبت. انت هتروحي كده يكون الانتخابات خلصت فيسالوكي ايه الاجواء؟ هم سالوني فعلا، وعلى فكره في اعجاب رهيب بره بالثوره المصريه. يعني انا نفسي ان الناس كلها مثلا اللي عندها حاله احباط او حاله ضيق او كده، او بتقول احنا مفيش استقرار او ده كلام، ده يعني بره الصوره جميله جدا، وصوره الثوره المصريه رائعه. عارفه زي الطفل الصغير، الطفل الصغير اللي هو بيبقى بيتعلم. انا عايزه بقى، انت نموذج مشرف للمراه المصريه، عايزاكي تعملي دعوه لكل سيده ان هي لازم يكون عندها الحماسه والقدره ان هي تدخل في منافسه عالميه. شكرا جزيلا للسيناريست هدير مصطفى، شكرا جزيلا ليكي، وشكرا لكل مشاهدينا، وبكره ان شاء الله اسره جديده وزينه جديده.